أكيد كلنا حسينا بالإحباط ده قبل كده. نصحى الصبح نطلع على الميزان ونلاقي رقم مش فاهمين هو جه منين. إيه الحكاية بالظبط؟ في الشرح ده هنكشف الحقيقة ورا الأرقام اللي بنشوفها على الميزان دي. يعني ممكن جدا نلاقي نفسنا زايدين كيلو كامل في ليلة واحدة بس. إزاي ده بيحصل؟ هو هل كل المجهود اللي اتعمل ضاع؟ لا، اطمنوا، الإجابة غالبا أبسط وأريح بكتير من كل ده. أيوة بالظبط كده. في معظم الحالات الزيادة المفاجئة دي بتبقى مجرد وزن مية، يعني دي مش دهون، وده خبر ممتاز طبعا. طيب تعالوا نفهم أكتر إيه اللي بيحصل جوه جسمنا عشان يسبب التقلبات دي. في بطلين أساسيين في قصة حبس المية دي، وهم الكربوهيدرات والصوديوم أو يعني الملح. الاتنين دول ليهم تأثير مباشر وفوري على الرقم اللي بيظهر لنا على الميزان. لما بناكل أكل فيه كربوهيدرات الجسم بيكسرها ويحولها لجلوكوز عشان يستخدمه كطاقة. طيب والزيادة؟ الزيادة دي بتتخزن في العضلات والكبد في صورة حاجة اسمها جلايكوجين. ده يعتبر مخزون الطاقة السريع بتاعنا. الحكاية كلها بقى بتبدأ بالرقم ده، جرام واحد بس. قصاد كل جرام واحد من الجلايكوجين الجسم بيخزنه بيسحب قصاده كمية أكبر بكتير من 3 ل 4 جرامات. من المية. متخيلين؟ كل جرام جلايكوجين بيتخزن بيسحب معاه من 3 ل 4 جرامات مية. يعني لما ناكل وجبة مليانة كاربز الجسم مش بس بيخزن طاقة، لا ده بيخزن معاها كمية مية كبيرة جدا، وده اللي بيظهر فوراً تاني يوم على الميزان. ممكن نتخيل الموضوع ده كأن الجلايكوجين ده عبارة عن سفنجة جوه عضلاتنا. كل ما السفنجة دي تتملي كل ما بتشفط مية وتكبر. أما المتهم التاني فهو الصوديوم أو الملح. لما بناكل ملح كتير الجسم بيضطر يحبس مية علشان يخفف تركيز الملح ده في الدم ويحافظ على التوازن، وده طبعاً بيخلينا نحس بانتفاخ ووزننا يزيد مؤقتاً. طيب إيه الدليل القاطع على الكلام ده؟ الدليل بنشوفه بوضوح لما نعمل العكس تماماً. يا ترى إيه اللي بيحصل أول ما نقطع الكربوهيدرات أو نقللها جداً في أكلنا؟ التأثير بيكون فوري وعكسي، والبيانات بتوضح ده كويس قوي. بصوا كده على الرسم البياني ده، بيورينا إيه اللي بيحصل للوزن لما حد يبدأ دايت قليل الكربوهيدرات. شايفين النزول الحاد والسريع اللي حصل بعد اليوم السادس؟ ده مش حرق دهون، لا خالص. ده ببساطة الجسم استهلك مخازن الجلايكوجين اللي عنده، ولما المخازن دي فضيت كل المية اللي كانت محبوسة معاها نزلت. عشان كده دايما أول أسبوع في أي دايت بنشوف نزول سريع ومفرح، بس الحقيقة إن أغلبه بيكون مية. يبقى الخلاصة إيه من كل ده؟ الخلاصة إن الرقم اللي بنشوفه على الميزان ده يا جماعة مجرد رقم، جزء صغير قوي من القصة الكاملة. والموضوع ده مش مجرد كلام نظري على فكرة. الرياضيين المحترفين ولاعبي كمال الأجسام بيستخدموا المعلومة دي بشكل استراتيجي جدا. ممكن يزودوا الكاربز قبل التمرين عشان يملوا عضلاتهم بالجلايكوجين والمية، وده بيحسن أدائهم، أو يقللوها تماما قبل البطولات عشان ينزلوا كل المية دي وشكل عضلاتهم يبقى أوضح. عشان كده لازم دايما نفتكر إن الميزان هو مجرد أداة بيدينا معلومة واحدة بس، لكنه مش هو الحكم النهائي على مجهودنا أو صحتنا. ده غير إن في عوامل تانية كتير بتلعب في الرقم اللي بنشوفه ده كل يوم. حاجات زي التوتر، جودة النوم، التمارين اللي عملناها، وبالنسبة للسيدات طبعاً الدورة الشهرية ليها تأثير كبير. كل دي حاجات بتغير من كمية المية في الجسم. يبقى إيه الأهم اللي نركز عليه؟ في مقاييس أحسن بكتير نقيس بيها تقدمنا، زي مثلا مقاسات الهدوم بتتغير إزاي، مستويات الطاقة بتاعتنا خلال اليوم، حالتنا المزاجية، والإحساس العام إن صحتنا أحسن. دي هي المؤشرات الحقيقية. وفي الآخر السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا: هل الميزان فعلا بيقيس التقدم اللي بنحققه، ولا هو مجرد اختبار لصبرنا؟